السؤال الأول: ما الفرق بين اسم الوهاب وبين اسم الرزاق؟ ومتى يدعو المسلم باسم الوهاب ومتى يدعو باسم الرزاق؟ الوهاب هذا الأمر لم أجده منصوصا هكذا، لكن حينما نستقرئ آيات الكتاب العزيز نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم الوهاب في الحال الذي يعطي فيه عباده عطاء الهبة الذي يتفضل به سبحانه وتعالى من غير عوض ولا استحقاق من العبد، فيسأل عند طلب منحة مخصوصة أو نعمة جليلة لا تنال بالأسباب وحدها، كالهداية والثبات وصلاح القلب والذرية الصالحة. في هذه المواطن نجد الله سبحانه وتعالى يستعمل اسم الوهاب، وهكذا القبول والتوفيق. أما الرزاق فالرزاق هو الذي يرزق عباده ويمدهم بما تقوم به حياتهم وبما فيه مصلحة لهم برزق متجدد في الحياة ومستمر. فعند طلب القوت والكفاية وما يمارسه العبد ويريده بجده واجتهاده كالرزق كالقوت مثلا والطعام والمال، هذا يسأل باسم الرزاق. أما ما يكون فيه محض من الله تعالى والغالب فيه أنه هبة من الله سبحانه وتعالى كالذرية الصالحة مثلا، كرفعة الدرجات، كالتوفيق للصالحات، فهذا يدعو الإنسان فيه باسم الوهاب، والله تعالى أعلم.